في كل موسم يثبت محمد صلاح أنه ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو ظاهرة كروية عالمية وأيقونة عربية تستحق الفخر. النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي عاد ليتصدر العناوين مجددا بعد موسم مذهل على المستوى الفردي والجماعي، حيث قاد فريقه لتحقيق إنجاز طال انتظاره. ب82 هدفا تصدر محمد صلاح قائمة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على أسماء كبيرة في عالم الكرة، لكنه لم يكتفي بذلك، بل كان أيضا أكثر من ساهم في الأهداف هذا الموسم بصناعته ل81 هدفا، ما جعله اللاعب الأكثر تأثيرا في البريمير ليغ دون منازع. هذا التألق اللافت توج بتتويج جماعي طال انتظاره. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 على 2025، لقب هو ال12 في تاريخ النادي، لكنه الأول بعد غياب 5 سنوات، والثاني في مسيرة محمد صلاح مع الريدز. لحظة رفع الكأس كانت استثنائية، لأن خلفها قصة كفاح وجهد وعزيمة لا تلين، ولأن الأرقام لا تكذب والإنجازات لا تأتي من فراغ. تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة النقاد الرياضيين في إنجلترا، جائزة ثمينة فاز بها للمرة الثالثة في تاريخه، ليصبح من بين قلائل جدا استطاعوا تحقيق هذا الرقم. محمد صلاح لا يكتب التاريخ فقط، بل يعيد تعريفه. إنه الملك المصري، فخر العرب، وأحد أعظم من لعبوا بقميص ليفربول على مر العصور. فهل هناك من يستطيع إيقافه؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمتابعة المزيد من أخبار نجوم كرة القدم.